وحول هذا الموضوع ينضم إلي الآن من البحرين الأستاذ جمال أبو الحسن البرلماني البحريني. أهلا ومرحبا بك سيد أبو الحسن. حياك الله، يا مرحبا. سيد أبو الحسن، يعني أنتم في البحر حسن وليس أبو الحسن، بو حسن فقط. بو حسن، أهلا بك سيد بو حسن. بداية أود أن أسألك عن جزئية، أنتم في البحرين قدمتم نموذج على حل المشكلة، وجود خلايا نائمة تابعة لإيران، واليوم بعد هذه التصريحات الطائفية من قبل بعض الميليشيات المتواجدة في محيط الفلوجة، قدمتم ورقة كما سمعنا لمجلس النواب البحريني حول هذه التصريحات الطائفية لبعض قادة الميليشيات. ما الذي سينتج عنها برأيك، ولماذا تقدمتم بهكذا خطوة؟ أولا أرحب بالسادة المشاهدين بقناة الفلوجة الأبية، الفلوجة الصامدة، الحقيقة الفلوجة العربية المسلمة لأهاليها ولكل من يقطن على أرضها من المجاهدين الأشاوس ضد الطائفية وضد النفس الطائفي. هذه أولا. ثانيا، في الحقيقة احنا في مملكة البحرين عانينا الأمرين من التدخلات الإيرانية ومن أذناب التدخلات الإيرانية. إيران اليوم في الحقيقة أنا يعني تسمحي لي قد يعني أسترسل في قضية إيران وقضية الإرهاب الإيراني الذي يعني قطع وتعدى الحدود من داخل إيران إلى العراق، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى البحرين، إلى السعودية، إلى كل الدول، إلى كل دول المنطقة. احنا في مملكة البحرين طبعا في خلايا نائمة موجودة وتم القبض على معظمها، والآن هم يواجهون القضاء العادل في مملكة البحرين، وباعترافاتهم وبالأدلة الدامغة والحاسمة في القضايا الجنائية التي يواجهونها وفي القضاء العادل في مملكة البحرين. هذا من جهة ثانية. أما ما تقدمنا به في مجلس النواب، يعني وأنا طبعا أشرت إلى موضوع أن احنا تقدمنا بورقة، احنا راح نتقدم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم خلال الجلسة. نعم، الثلاثاء المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، سأتقدم لإصدار بيان ضد ما يجري في الفلوجة من اضطهاد ومن قتل ومن تدمير ومن حرب ومن إرهاب إيراني كافر تقوم به أيادي الحشد الشعبي المجرمة الحقيقة في حق الإنسانية وفي حق العروبة وفي حق الإسلام. هذه الحشود أو ما يسمى بالحشد الشعبي الذي تموله وتقوم عليه الحكومة العراقية الموالية لإيران، لأن الحكومة العراقية هي حكومة إيرانية، وأنا أتحمل ما أقول. نعم. هذه الحكومة حكومة العبادي، حكومة إيرانية تم تعيينها من قبل الملالي في طهران. نعم. ونحن نشجب ما تقوم به هذه الحشود ما يسمى بالحشد الشعبي ضد إخواننا وضد أبنائنا وضد أمهاتنا وضد آبائنا. نعم. سيد جمال، يعني لو نتوقف عند جزئية ما ستقومون به في الثلاثاء القادم من تقديم ورقة إلى مجلس النواب، ما نلاحظه هو رغم يعني شراسة هذه التصريحات تقابل هذه التصريحات بصمت رسمي عربي مطبق. يعني ما السبب في عدم وجود أي تصريحات رسمية تستنكر، تشجب، تهدد، تتوعد، أيا كان؟ يعني لماذا هناك صمت رسمي؟ نحن طبعا ضد يعني الطبع أو عدم إصدار الجامعة العربية وتحملها لمسؤوليات. نحن في مجلس النواب أو أنا من مجلس النواب كنائب عن الشعب البحريني أستنكر عدم صدور أي قرار أو بيان شجب ضد ما تقوم به هذه الميليشيات وضد ما تقوم به إيران ضد إخواننا في الفلوجة. الأولى والمفروض أن تقوم الجامعة العربية بما يستلزم عليها قانونها أو ما أنشئت من أجله، وهو حماية الدول العربية وحماية الشعوب العربية. هذا أولا. إنما الحكومات العربية أنا معك يا أختي في أن الحكومات العربية سكوت مطبق حول ما يجري حولها. اليوم العراق، بالأمس كانت سوريا،
نعم. أمس كانت اليمن، وأنا أعتقد أن غدا أو بعد غد سيأتون إلى الخليج. نعم. وهنا أتحول، دعني سيد جمال أتحول من جديد إلى ضيفي في بغداد حسين الأسدي. يعني كيف تبررون تواجد قاسم سليماني معكم في هذا التحشيد، ولماذا إيران تقتربون منها أكثر وتلقون كل التهديدات للعرب الذي من المفترض أنكم عرب؟ نعم. أعتقد أن هناك ومنذ زمن 1800 مستشار أمريكي لم تعترضوا عليهم، اعترضتم على قاسم سليماني وهو جاء بقرار وبموافقة حكومية رسمية. كالمستشارين الأمريكان المتواجدين في العراق، هناك مستشارين إيرانيين موجودين في داخل العراق، والقضية قانونية. نحن لا نعترض على أحد ولا نؤيد أحد، نحن ننقل لك ما يقوله العراقيون في الفلوجة تحديدا. حاربوا الأمريكان، وهم كانوا يعني في مقدمة من قاتل الأمريكيين عندما دخلوا العراق. نحن ننقل لك استهجانهم من وجود قاسم سليماني وهذه التصريحات ذات الطابع الطائفي لأبناء جلدتكم العرب. نعم. اليوم حينما أنظر إلى الحدود العراقية وأريد أن أضع يدي على أبناء جلدتي التي تتحدثين بهم اليوم من خلال قناتكم الموقرة، في الحقيقة لا أجد أن هناك من وقف مع العراق. يعني أعطيني اسم من الأسماء من الدول العربية اليوم اللي احنا نشير لها اليوم بأصابع الاتهام بأنها متهمة في كثير من القضايا، متهمة في كثير من التخريب. لا أعرف لماذا التركيز على الدول العربية بعيدا عن المشاكل الداخلية الموجودة عندنا اليوم في داخل العراق. يحول الموضوع وتحول القضية إلى السعودية أو إلى قطر أو إلى الأردن أو إلى باقي الدول، ومن ثم نأتي لنقول أننا عرب. حينما أذهب يعني بمثال بسيط جاري وبمثال يعني جدا سلس ومن الواقع، جاري اليوم هو لا أعرفه ولا يعرفني، وليس عربيا أعجميا كان يعني أجنبيا أو إيرانيا، ووقف معي وقفة لحفظ عرضي وعائلتي وأرضي ومالي. بالتأكيد أضع يدي في يده وأترك أخي العربي اللي هو أساسا لم يقف معي موقف مشرف. إيران وضعت يدها بيدي وقت اللي توصل إلى مرحلة. نعم. إيران وضعت يدها بيدكم ضد من؟ تصل إلى مرحلة فقط أجبني على هذا السؤال. أنا لم أستفاد من هذه العروبة. نعم. أنت تقول أن أبناء الجلدة لم يقفوا إلى جانبكم، وإيران وضعت يدها بيدكم ضد من؟ داعش يعني لم تنشأ إلا منذ ضد داعش. سنتين. نعم. ضد داعش. إيران متواجدة في العراق منذ احتلال الأمريكيين للعراق، وداعش لم تتواجد في العراق إلا من سنتين. صنيعة العرب وصنيعة المشروع الصهيوني الأمريكي من 79 من الطالبان والقاعدة واليوم داعش. هم تركونا لو نشوف نتنفس. نعم. دعني أنقل هذا من 79 العرب يتآمرون على العراق. لا أعرف لماذا 79 تحديدا، يعني لا بل أقدم. الثورة الإسلامية في إيران. وأريد أن أنقل وجهة نظره. نعم، هناك البعض يقول دكتور عمر العرب تخلوا عن العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، السفارات تخلت، غادرت العراق، لم يتواجدوا ولم يقفوا إلى جانب العراقيين. بس اسمحي لي يعني أجاوب يعني شوية علمي، وأرجو من الأخ حسين أن يسمعني بشكل علمي. هو ذكر 79 وبعدين أجي على 2003، يعني فالجواب بشقين، فانطيني مجال. بال 79 ولاية الفقيه اغتصبت ثورة إيران. ثورة الشعب لم تكن ثورة لولاية الفقيه الحقيقة. وأنا أعتقد قد آن السنوات الأربع القادمة هي سنوات يعني صراع ما بين الشعب وولاية الفقيه داخل إيران. العمر البيولوجي والسياسي لولاية الفقيه قد انتهى الحقيقة. بال 82 وجد حزب ولاية الفقيه من خلال حزب الله فوضى في لبنان خلال الحرب الأهلية، فأنشأ بيت الأول لإيران في بيروت. بال 2003 عندما انتهت الدولة بالاحتلال أنشأ ولاية الفقيه البيت الثاني له في العراق. وهنا السؤال، أين العرب؟ لماذا تركوا هذه العواصم؟ هسه أجاوب. بال 2011 من عندما رد الأسد بالنار على المتظاهرين، وجدت ولاية الفقيه في داخل سوريا في دمشق بيتا ثالثا وخربت العاصمة الثالثة. بال 2014 عندما انقلب الحوثيون على الثورة خربت العاصمة الرابعة. إذن
هذه المنظومة التي لا تريد للدولة أن تعود وتخرب الدول، ومن أجل حقيقة هدف استراتيجي هو أن تفاوض المجتمع الدولي على نفوذها الإقليمي، لكنها فشلت في الوطن. هاي واحد. أنا أسأل الأخ حسين، من 2003 إلى اليوم شوف في منظومة إيران في العراق ما استهدفت. أول شيء استهدفت المعارضين من العرب السنة، عفهم على صفحة، لأن كانوا يريدون أن تعود الدولة، خاصة بمؤتمر مصالحة جرى في شهر 11 2005. لكن ليث كبة في حينها المتحدث الرسمي باسم الحكومة قال نحن لسنا بحاجة إلى المصالحة. أول محاولة لإعادة الدولة بعد فقدان الدولة منعتها منظومة ولاية الفقيه. واحد. اثنين، المشاركون العرب من العرب السنة وقعوا اتفاقية 2006 و2008 و2010. حتى بس اسمحي بس في المحيط العربي والمحيط الإقليمي. بس أقول عوفين من العرب العراقيين. نحن نتكلم العراقيون اللي هم سواء كانوا سنة أو شيعة أو كرد، كيف فعلت بهم منظومة ولاية الفقيه. شوفي، أول شيء المعارضين العرب السنة، المعارضون المشاركون من العرب السنة كلهم استهدفوا، من طارق الهاشمي لعدنان الدليمي لعمر عبد الستار، كلهم لرافع العيساوي. بعدين وراهم من استهدف الذين قاتلوا القاعدة في 2007. مو هم عرب سنة قاتلوا القاعدة اللي هم يقاتلوها على أساس يزعمون أنهم يقاتلونها. نعم. 4، الحراك الذي طالب واحتصم في 2013 طالب الآن منه بعدين العرب الشيعة الآن اللي يريدون حقوقهم من المنطقة الخضراء فيقتحموها، 5 منهم. ليش العملية السياسية على من ابتنت؟ بس دقيقة. نعم. ابتنت على التحالف الكردي الشيعي. حتى نعطي فرصة لكل ضيوفنا. وين الكرد اليوم؟ نعم. من بغداد. أنا أعتقد هم دكتور عمر، حتى نعطي فرصة لكل ضيوفنا. بس دقيقة. والموضوع هو المحور العربي وكيف يتم نقل المعركة هم لم يتركوا شيئا للمواطن العراقي، فكيف للمواطن العربي خارج العراق؟ نعم. أنتقل إلى ضيفي بالبحرين السيد جمال بوحسن. يعني وضعوا يدهم بيد إيران لأن العرب كانوا غائبين ليسوا موجودين. أين كنتم أنتم عندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق وتخليتم عن العراقيين مما اضطروا إلى الذهاب إلى إيران؟ في الحقيقة يعني يؤسفني أن يعني أوافقك الرأي بأن العرب قد تخلوا عن العراق، وهذا يعني وصمة عار في جبين كل عربي في الحقيقة، وكل الحكومات العربية تتحمل المسؤولية اليوم التي أوصلت العراق لهذا الحد. العراق أو العرب يتحملون هذا القرار بانسحابهم من العراق، ولكن هناك وجه آخر للعملة في العراق، ألا وهو أن الإيرانيون جاءوا على دبابات أمريكية واحتلوا العراق. من بسط البساط لاحتلال العراق هم الأمريكان بالتواطؤ مع الإيرانيين، وسلموا العراق تسليم، وهذا ما جعل الحكومات العربية تنسحب، وما جعل الحكومات العربية لا تقوم بدورها القومي العربي لإنقاذ العراق. هذا بكل بساطة وبكل تحليل سياسي. نعم. ضيفنا من البحرين الأستاذ جمال أبو الحسن البرلماني البحريني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه التغطية. أعود من جديد إلى ضيف